إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أحييكم دائما أينما كنتم في هذا الفيديو الجديد. مرحبا بكم في حديثنا على الأخبار الجديدة الخاصة بالساحة الرياضية المغربية بخصوص الكان. إذا بخصوص متألق منتخب الوطني المغربي أيوب الكعبي، نادي إسبانيا يقتحم الصراع على أيوب الكعبي. أيضا سنتحدث في هذا الفيديو على دي صابر الذي يضع الجزائر في مرمى الطموح الكونغولي، وقال سنهزمهم ونتأهل. إذا سنكشف عن تصريحات الكونغولي المباراة المرتقبة أمام كونغو وكذلك الجزائر في كان المغرب 2025. إذا الكعبي مطلوب أيضا في مارسيليا. دخل نادي إسباني دائرة المنافسة على التعاقد مع المهاجم المغربي أيوب الكعبي عقب تألقه اللافت مع منتخب المغرب في بطولة كأس إفريقيا الحالية، وبالتالي سجل الكعبي 3 أهداف حتى الآن جعلته من أبرز نجوم البطولة ليلفت أنظار عدد من الأندية. وبالتالي نقل موقع المغرب سبور عن الصحفي آرون دومينغيز المتخصص في الانتقالات أن نادي جيرونا يراقب الكعبي ويرغب في ضمه. كذلك بالتالي يرتبط الكعبي بعقد مع أولمبياكوس اليوناني ينتهي الصيف المقبل، ما قد يدفع ناديه للموافقة على عرض لبيعه في الميركاتو الشتوي الجاري خوفا من خسارته مجانا بعد عدة أشهر. إذا ذكرت تقارير سابقة أن الكعبي مطلوب في نادي مارسيليا الفرنسي، ويحظى كذلك باهتمام الأهلي، كذلك يحظى باهتمام الأهلي المصري. وبالتالي يستعد المنتخب المغربي للمواجهة المقبلة في دور الربع نهائي بطولة إفريقيا 2025. إذا أمام الكاميرون. إذا هذه كانت هي حديثنا وأخبار على أيوب الكعبي. فبالتالي أيوب الكعبي مطلوب من مارسيليا الفرنسي الذي يراقب هذا اللاعب، وكذلك أيضا نادي جيرونا هو الآخر يراقب الكعبي ويرغب في ضمه. إذا ننتقل الحديث على دي صابر. بالتالي أطلق الفرنسي سيباستيان دي صابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية تصريحات جريئة قبل مواجهة الجزائر في دور 16 من كأس إفريقيا 2025، معبرا عن ثقة كبيرة في قدرة فريقه على اجتياز محاربي الصحراء. إذا يلتقي منتخب الكونغو بنظيره الجزائري الثلاثاء المقبل على ملعب المولاي الحسن في لقاء حاسم ضمن نهائي ثمن نهائي بطولة الكان. وبالتالي بدأ دي صابر خلال مقابلة مع موقع توب كونغو واثقا إلى أقصى درجة من إمكانية تجاوز الجزائر، مؤكدا للفوز بلقب إفريقيا يتعين عليك التغلب على كل الخصوم دون استثناء. إذا كانت هذه هي تصريحات دي صابر، وبالتالي لم يكتفي المدرب الفرنسي بذلك بل تقدم خطوة إضافية بذكر مواجهة محتملة في ربع النهائي أمام نيجيريا، قائلا بسخرية خفية قبل أن نتحدث عن نيجيريا يجب أن تتجاوز هي أولا عائق أو عقبة موزمبيق. إذا أضاف دي صابر بحزم سنسعى. هذه كانت تصريحات ديال دي صابر التي قال أنه سيسعى في مباراة الجزائر لتسجيل الأهداف والتأهل، وبالتالي قال أن تركيزهم الكامل منصب على هذا اللقاء، وبالتالي قال أنه سيسيطر على هذا اللقاء وسيحقق الفوز. إذا تابع في تصريحاته بعد الانتصار على الجزائر: يحق لنا مناقشة المباراة التالية، أما الآن فأولويتنا المطلقة هي تحقيق الانتصار يوم الثلاثاء أمام منتخب الجزائر الذي يمتلك تشكيلة قوية ومتوازنة. إذا كانت هذه تصريحات ديال مدرب الكونغو الديمقراطية عقب أو قبل مباراة المنتخب الجزائري والكونغو. إذا شكرا لكل من تابعنا من الأول إلى الأخير. نلتقي في فيديو آخر في مع أخبار جديدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.